بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسين احمد من قناه كورتيتش. هنتكلم النهارده عن ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا. ماتش يدرك تحت بند او تحت عنوان الاداء الهزيل، وتحت عنوانه بعدين طب واخرتها ايه. الاداء باهت، اداء هزيل للنادي الاهلي طبعا جدا 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 جدا، اقصى ما حد يتوقع. تبقى فريق سيراميكا كليوباترا مع كامل احترامي وتقديري ليه، وان عمل ماتش كبير جدا مع الاهلي وعمل جمل تكتيكيه وكل حاجه، يعني خوف الاهلي ودرجه ان هو كان هيعمل عليك ريمونتادا لولا انت لحقت نفسك بستر ربنا. تمام. فانت فين كنادي الاهلي؟ ازاي نادي الاهلي نادي كبير، فريق زي سيراميكا كليوباترا مع كامل احترامي وتقديري ليه طبعا قدر يعمل معاك ماتش زي كده؟ لما هنعمل قدام الزمالك بقى يوم الخميس في النهائي، قدام فرقه زي بيراميدز، قدام العين الاماراتي يوم الثلاث الجاي في كاس انتر كونتيننتال، هنعمل ايه في قدام الفرقه دي؟ انت كده بقى معلش متوقع ان احنا هنخسر بقى كل البطولات اللي جايه. فمباراة طبعا من أسوأ المباريات برضو اللي لعبها النادي الأهلي كالعادة. رحت جايب هدف ورجع ال 11 لعيبة ورا الهدف ندافع، وكمان أنت مش جايب هدف في بداية الشوط الأولاني عادي، أنت جايب هدف في الثانية 11. هو فعلا من هو بيسموها كده من قبل ما الماتش يبتدي أصلا، رحت على طول رزعت هدف. تمام، بخطأ طبعا دفاعي من سيراميكا كليوباترا، بس جبت هدف ده المفروض يفتح لك بقى الماتش، يخلي الدفاعات سيراميكا كليوباترا ترتبك، وده ويعني ده بالفعل حصل. دفاع سيراميكا كليوباترا ارتبكت، عملت اخطاء كتير، كانوا خايفين منك انت، مفيش، ما استغلتش ده. مفيش نهائي، مفيش، انت مفيش جمل تكتيكيه، يعني حتى اقول لك طب تفني، مفيش فنيات اصلا، مفيش كوره، يعني انت مش بتلعب كوره، مفيش تكتيكات، مفيش جمل تكتيكيه واضحه. اللعيبه مش عارفه، هي كل واحد بياخد الكوره انا مش عارف اعمل ايه. انت حاسس ان لا، في عشوائيه غير طبيعيه، مش طبيعي في الماتش، يعني في كميه عشوائيه مش طبيعيه. الاهلي لعب خطه 3-5-2. ايه 3-5-2 دي؟ ده مين الاهلي بيلعب بالخطه دي؟ تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، طب انت ازاي تستبعد وسام ابو علي وحسين الشحات ومروان عطيه من التشكيل؟ دول الثلاثه اساسيين بيلعبوا عندك، وسام ابو علي هداف الفريق. هل كان مثلا بيعاني من اصابه، عنده شد؟ محدش يعرف، بس انت ازاي تستغنى عنه؟ طب نزل كهربا، طب لا انا تحس ان هو بيثبت فكره ان طاهر محمد طاهر راس حربه، وهو مش راس حربه. لازم يقتنع بجمله زي دي، هو مش راس حربه، ما ينفعش. هو يعني مهامه ووظيفته والمهارات بتاعته كوينج، كجناح، مش راس حربه. تمام. فالخطه طبعا سيئه جدا، اللعيبه كلها ما اعرفش، انت مش فاهم امام عاشور تلاقيه مرمي عند ناحيه الوينج اليمين او الشمال. طب هو امام عاشور ايه اللي بيلعب بوينج يا جماعه؟ ده من امتى امام عاشور بتشوفه بيلعب ممكن في سواء لعب لما في الزمالك ولا في اي فريق في الدنيا؟ امام عاشور معروف اللي بيلعب رقم 8 نص ملعب، ممكن يرجع يدافع، لو يرجع يهاجم من قدام، يشوط، يباصي، يديلك سرعات، وانت جربته من ساعه ما جه الاهلي كان ما شاء الله عليه. ايه وينج اللي انت بتلعبوا بيها دي؟ في بقى اسئله انت لازم نسالها لكولر كتير جدا. لعيبه بقى ما بتلعبش، واحد زي يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري اللي الاهلي جابه عن طريق الاعاره. اللعيب ده هو للدرجه دي سيء؟ كولر مثلا شايفه ان هو لعيب مثلا لا يستحق انه يلعب في الاهلي؟ ما انا مش فاهم، يعني ما برضه لازم حد يفهمنا. يوسف ايمن انت جايبه ليه؟ يعني عشان يقعد دكه؟ مع كامل احترامي اديك شايف مستوى ياسر ابراهيم عامل ازاي، من سوء لاسوء في النازل، مع كامل احترامي وتقديرنا لياسر ابراهيم يعني، بس مستواه مش كويس وبيخطئ اخطاء غير طبيعيه. طب يوسف ايمن ما بنجربوش ليه؟ اشرف داري للاسف اصابه، طب يوسف ايمن ما بنجربوش ليه؟ يعني هيكون اسوأ من ياسر ابراهيم مثلا؟ ما اعتقدش. طب احنا جايبينه ليه؟ ده جايبينه اعاره، مش جايبينه مثلا شايلين مدة 3 سنين ده اعاره، لا قاعد ما بيتحركش حرفيا. طب ليه يا جدعان؟ محدش برضه يعرف السبب. طب انت مش مقتنع بيه؟ محدش يعرف. واحد زي كريم ندفت، مع كامل احترامي لكريم ندفت وتقديري ليه، انت يعني كريم ندفت بيلعب في النادي الاهلي ازاي؟ انت جايب عمر الساعي خط نص الاسماعيلي ب 50 مليون جنيه، يعني رقم. طيب هل احنا جايبينه عشان يقعد دكه؟ هل هو مثلا كريم ندفت احسن منه؟ كريم ندفت شفناه في كذا ماتش، شفناه في ماتشات كتير قوي، مش ماتش يعني سيراميكا كليوباترا بس، كريم ندفد شفناه كتير قوي. تمام. فهل كريم ندفد احسن من عمر الساعي، احسن من عمرو السولية مثلا؟ فاللي هو ازاي يعني العب ب 3-5-2 وعشوائيه بقى في الملعب، وما تفهمش اللعيبه بتلعب فين وده بيلعب فين، وكل اللعيبه مش عارفه بتعمل ايه اصلا، مفيش خطه، مفيش ترابط، مفيش خطوط متقاربه، مفيش حاجه. انت قاعد بتتفرج على كميه عشوائيه لحد ما لبست الجون، والجون التاني انت جبته كده، يعني لو انت يعني يلا بالرزق، طاهر محمد طاهر بيتساب لوحده، مفيش رقابه، جاب جون فبس شكرا. خطا برضه، يعني انت جبت هدفين عن طريق اتنين خطأين، خطأ دفاع من سيراميكا كليوباترا، ده خطأ في التمرير في الهدف الاولاني، والهدف التاني خطأ في التمركز. ايه بقى؟ طب وبعدين واخرتها ايه؟ هنفضل بالاداء الباهت ده امتى؟ يا جماعه افضل نحذر، قلنا السيزون ده انت داخل على كل ماتش ببطوله. سوبر افريقيا وادي خسرته، سوبر مصر نهائي يوم الخميس، يوم الثلاث الجاي ماتش ببطوله، ماتش العين الاماراتي، وهكذا. طب الدوري السنه دي بقى ب 17 جوله، 17 ماتش، انت غير مسموح، او انت مش هيبقى عندك رفاهيه انك تضيع نقطه واحده في الدوري، نقطه واحده في الدوري. طب وبعدين هنفضل بالاداء الباهت ده لحد امتى؟ انا مش عارف.
لازم كولر يراجع حساباته، لازم يراجع حساباته، ما ينفعش انت بتعمل له ده. اللعيبه ترجع لمراكزها. امام عاشور لعبه عادي مع مروان عطيه واكرم توفيق. عمر كمال باك يمين مع حسن الله باك شمال. رامي ربيعه نجرب يوسف ايمن. عايز اسال سؤال، هو بيرسي تاو بيلعب على اساس ايه؟ انت شايف فيه ايه؟ احنا كعالم او يعني الشعب الدنيا كلها شايفين فيه ايه؟ انت شايف في بيرسي تاو ايه محدش فينا شايفه؟ مثلا لعيب سيء جدا الصراحه، لا بيسلم ولا بيستلم ولا بيعرف يشوط على الجون ولا بيعرف يعدي، ملوش تاثير. طب رضا سليم ما بيلعبش، ما بنجربوش ليه؟ هل هو اسوأ مثلا من بيرسي تاو؟ ما اعتقدش. في اسئله كتير وفي لعيبه كتير جدا ما بتلعبش، وفي حاجات كتير قوي بنسالها. هل دي تبقى مثلا الأيام الأخيرة أو الشهور الأخيرة أو الأوقات الأخيرة لكولر مع الأهلي مثلا؟ هل خلاص كولر قال لك أنا ما عنديش جديد؟ شوف ماتش الأهلي والزمالك يوم الخميس الجاي، ماتش صعب جدا على الفرقتين مش على الأهلي بس، يمكن على الأهلي بالخصوص إن الأهلي فعلا مستواه مش مطمئن بالمرة. يمكن الماتش الأهم والأقوى والأصعب بكتير ماتش العين الإماراتي يوم الثلاث. يوم الثلاث اللي جاي، نص نهائي ربع نهائي انتر كونتيننتال. ماتش صعب جدا جدا. اديك شفت الماتش العين الاماراتي والهلال كانوا عاملين ازاي؟ يعني الهلال السعودي كسب 5-4، وكان ماتش الاتنين فرقتين بيضربوا بعض. انت هنعمل ايه بالاداء ده قدام العين الاماراتي وعايز سفيان رحيمي والفرقه دي ما تعرفش. وبكده تنتهي حلقتنا النهارده. كان معكم حسين احمد من قناه كوره تيتش. اتمنى ان شاء الله التحليل يعجبكم، رغم انه اصلا يعتبر زي ما قلنا ده مش تحليل، ان الماتش ما كانش تقريبا فيه فنيات نهائي. وإن شاء الله على الماتش الجاي بإذن الله، ماتش الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بإذن الله.